يسر، مرحبا بك. لو تفضلت وحدثتنا عن هذه التظاهرة اليوم في دار الثقافة بصفاقس. يعيشك سي محمد، أنا سعيدة جدا بوجودي اليوم في صفاقس. جيت تلبية لدعوة من صالون الخمساء الأدبي وصالون إيلاف الأدبي بسوسة. طبعا أقول بعض قصائدي، يعني القصائد القديمة والجديدة. به سأحكي قليلا عن مسيرتي الشعرية. أنا بدأت كتابة الشعر منذ أكثر من 20 سنة. أصدرت مجموعتي الشعرية الأولى حديقة ياسمين عام 2011، وهي تأخرت كثيرا بسبب يعني اختياري لكتابة ما يسمى بالقصيدة السياسية. يعني أنا أكره التسمية. وبعد أصدرت مجموعتي الثانية. طبعا كنت دائما حاضرة في أمسية شعرية في تونس وخارج تونس أيضا. بعد أصدرت مجموعتي الثانية اسمها الأحلى لم يأتي بعده عام 2012، أواخر 2012. والآن أنا بصدد تحضير المجموعة الثالثة، وتحضير أيضا كتابة رواية إن شاء الله بعد عدة شهور. يعني سوف ترى النور المجموعة والرواية الاثنين إن شاء الله معا، والاثنين باش نطبعهم خارج تونس المرة هذه، خاطر المشكلة في التوزيع عندنا مشكلة كبيرة برشا. معناها يزي الكاتب يكتب ويزيد يطبع ويزيد يحكي على روحه في الصحافة ويزيد ينقد روحه ويزيد يوزع. مشكلة كبيرة ياسر. هذا مش وقتها توا، مرة أخرى نحكيو عليها بتفاصيل أكثر. يعني فقط عندي أمسية شعرية في القصرين، في بنزرت، في بيجة، في تونس. يعني ناشطة والحمد لله. لكن انتشار خارج تونس؟ أي، عندي دعوة يعني قدمت لي مؤخرا من وزارة الثقافة المصرية. سأكون ضيفة على مهرجان الشعر في الإسماعيلية برفقة عدد كبير من ضيوف العرب، يعني شعراء عرب. أذكر تميم برغوثي، هدى الشرقاوي، يعني أسماء كبيرة يعني معروفة. متى سيكون ذلك؟ سيكون في أواخر شهر مارس. ما زالوا ما بعثوليش يعني لا كونفيرماسيون، تأكيد على المشاركة. أي لا، مش المشاركة، على الدات، خاطر عندهم مشاكل شوية هما، دونك يستنوا شوية حتى تركح يعني الأمور الأمنية باش لضمان أمن الضيوف فقط. يعني هذه برامجي المستقبلية، وإن شاء الله. ماذا يمكن أن نسمع بصوتك من قصائد قصيرة؟ وقت اللي تحبوا نسجلوا. لا، الآن أي قصيدة. الآن يعني أنا لازمني نركز شوية على القصائد طويلة، خاطر باش نقراها اليوم، دونك صعيبة باش نتذكر. أي قصيدة يعني. على كل نتجاوز ذلك. المهم صعيبة شوية الحكاية. أنا مركزة على القصائد اللي باش يعني نقراها. الأغراض الشعرية التي تكتبين فيها يعني. أنا أكتب للوطن وللحب وللإنسانية. وهل هناك أجمل من ذلك؟ لا. لو وجدت أجمل من ذلك لكتبت عنه. هناك سؤال طبعا يمر بالذهن دائما. هناك من يقول بأن الشعر حاليا قد مات، وأن الشعر قد سرقته الرواية، فأصبحت الرواية تهتم. لا، تحكي على مستوى التوزيع ولا التجاري. يعني على المستوى التجاري هذا شيء آخر. أنا لا يهمني ككاتبة أو كشاعرة يعني هذا المنحى. يعني لو كنت أبحث عن التجارة لذهبت واشتغلت رقاصة مثلا. لكن كتابة الرواية توزع، أو كتابة الرواية تكون أسهل دائما بالنسبة لكل الكتاب. لكن مثلا من يكتب الرواية لا يمكن أن يكتب شعرا، لكن من يكتب الشعر يكتب الرواية، يكتب القصة. يعني أنا الشعر دائما عن ذلك البحر المجهول. يعني كل الناس تريد أن تعرف، يعني تكتشف أصدافه. يعني لكن كتابة الرواية ليست بهذه الصعوبة. أنا أتصور ذلك. هو من المؤكد أن
كتابة القصة القصيرة أعسر من الرواية، والقصة أكيد. البرقية أعسر وأعسر. أكيد. أنا مثلا أصعب شيء أشعر يعني حين أكتبه بأنني ألد هو القصيدة. بطبيعة الحال قصيدة النثر، لأني أكتب العمودي أسهل بكثير من قصيدة النثر، لكن بحكم منطق الحداثة وما بعد الحداثة وتجاوز التاريخ والزمن إلى آخره يجب أن أكتب أيضا يعني عن قصيدة النثر. لكن أنا أحب أو أجد نفسي أكتب يعني الشعر أو القصيدة العمودية بصفة تلقائية يعني. لكن كل شخص وميولاته وقدرته على تطويع القلم أو اللغة يعني. فما ناس كتابة الرواية بالنسبة لها سهلة، وفما ناس لي. أنا بصدد كتابة رواية ولم أشعر بالصعوبة يعني بالكل. لكن حين أكتب قصيدة نثر مثلا أشعر كأني داخلة في بحر ما غير زورق. لا أعلم كيف أفسر ذلك الحقيقة، لكن لكل ميولاته ولكل يعني انتماءاته الكتابية إن صح التعبير يعني. أنا منذ أن كنت طفلة تربيت على قصائد المتنبي والمعلقات والشعر يعني والعروض والشعر العمودي. ممكن هذا أثر برشا فيا، جعلني لا أستطيع كتابة أي شيء آخر بذلك اليسر فقط. يعني مسألة يعني من الأول مسألة تكوين يعني من الأول أنا لم أختر ذلك التوجيه، ولكن وجدت نفسي يعني فيه وسعيدة به. شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا سي محمد.